السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة الكابتن محمد. برحب بحضراتكم أيضا في قناتي الأخرى قناة بنالتي سبورت. نادي المريخ السوداني يدخل مواجهة حاسمة ومصيرية ولا بديل عن الفوز من أجل مواصلة المشوار في بطولة فاليو جيت كاب، البطولة الودية الاستعدادية في نيجيريا من أجل خوض منافسات تمهيدي دوري أبطال إفريقيا منتصف الشهر القادم شهر 8، عندما يصطدم بممثل ليبيا وبطل الدوري الليبي نادي النصر. مباريات صعبة جدا قادمة، فالمريخ لابد أن يكون أيضا استعداداته قوية من أجل الجاهزية التامة البدنية والفنية والطبية والوقوف على إمكانيات وتشكيلة أساسية يدخل بها المعترك الإفريقي. قرر أنه يشارك في بطولة فاليو جيت كاب، وبالتالي عشان يكون عنده حساسية المباريات ويصل إلى أفضل نسق جماعي وتهديفي وحسن دفاع للفريق ككل. المدير الفني الإيطالي خاض مواجهة أولى في المجموعة، فاز بهدف واحد مقابل لا شيء. في المباراة الأخرى خسر بهدفين مقابل هدف واحد. أصبحت مواجهته النهاردة ضد ريمو ستارز النيجيري، لأن ريمو ستارز يشارك بفريقين، فريق في المجموعة الثانية وهو الأساسي، وهنا الفريق يشارك مع مجموعة الأولى مجموعة نادي المريخ. وليه بنقول لا بديل عن الفوز؟ لأن بالنظر لترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية بتشوف فيها ان نادي الكوردو سيتي عنده 4 نقاط، ريمو ستارز عنده 4 نقاط، المريخ لديه 3 نقاط، شوتنج ستار 0 نقاط، وغادر او يعني حتى لو فاز في الماتش الاخير لن يتأهل. وبالتالي اصبح مباراة المريخ مع ريمو ستارز لا تقبل القسمة على الاثنين. الفوز للمريخ يؤهله او يضمن تواجده في دور نصف النهائي. منتظرين المباراة النهارده ان شاء الله تعالى الساعة 11 صباحا بتوقيت السودان، 12 ظهرا بتوقيت مصر والسعودية، ده موعد المباراة. اس سبورت عبر فيسبوك تقدر من خلالها تتابع المواجهة لايف ان شاء الله تعالى. وللعلم ان الماتشين في المجموعة الاولى في نفس التوقيت. ننتظر ان شاء الله تعالى فوز نادي المريخ، ونشوف بعد نهاية المباراة هيكون اول ولا تاني عشان نعرف مين خصمه في المجموعة الثانية متواجدا في نصف نهائي البطولة. بالتوفيق للأندية السودانية والمنتخب السوداني بشكل عام. دمتم في امان الله وحفظ.